الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر سنة 2012. الناس وقتها كانت عايزة تشوف الدنيا رايحة على فين. هل هنشوف استقرار ولا المرحلة الانتقالية هتكمل ارتباك؟ تعالى أحكي لك اللي حصل في العقارات وهسيب الحكم ليك. أول حاجة لازم تعرفها إن قطاع العقارات ساهم بنسبة 3.5 ل 4.5 من إجمالي الناتج المحلي. بالمناسبة الرقم ده مش قليل، بس في نفس الوقت مش في أعلى قدراته، وده اللي يقول لك إن السوق العقاري كان شغال بس كان تحت ضغط. وعلى سبيل المثال سعر المتر في التجمع الخامس كان عامل حوالي 2500 جنيه، وفي 6 أكتوبر حوالي 2000 جنيه. ولما تسمع الأرقام دي وقتها، الأرقام دي كانت تخض، خصوصا لما تعرف متوسط دخل الناس. طب ليه الأسعار وقتها كانت بتزيد؟ أسعار الحديد والأسمنت زادوا بنسبة كبيرة، وده خلى إن تكلفة أي مشروع جديد كانت تزيد. الدولار وقتها وصل لحوالي لأكتر من 7 جنيه، يعني تكلفة أي خامة مستوردة زادت بنسبة كبيرة. السوق نفسه كان متوتر، المستثمرين متوقفين والمشترين مترددين. الطلب قل وفضلت الأسعار تزيد. والحكومة من ناحيتها عملت شوية تغييرات، زي قانون الضريبة العقارية اللي بيقول إن كل عقار يدفع 10% من إجمالي القيمة الإيجارية السنوية. وبالمناسبة القانون ده ما اتطبقش. ليه؟ الناس اعترضت عليه. وكمان قانون تملك الأراضي في سيناء اللي بيقول ممنوع أي حد مش مصري من أبوين مصريين إنه يتملك أرض هناك. ويقال وقتها إن السبب كان أمني، بس في ناس كتيرة كانت بتقول إنه هيأثر على الاستثمارات. وكمان مشروع تنمية إقليم قناة السويس اللي اتقال إنه هيوفر حوالي 40,000 فرصة عمل واستثمارات توصل ل1.5 مليار دولار، بس على أرض الواقع المشروع ما اتعملش. وبرضه نزلوا مشروع قانون جديد اسمه قانون الصكوك، وقالوا إنه هيدخل لمصر حوالي 10 مليار دولار. الناس سمعت كلمة صكوك قالت صكوك إيه؟ على أملاك الدولة؟ نرجع للعقارات. المطورين ساعتها كانوا بيعانوا تكلفة بناء عالية، صعوبة في التمويل، بيروقراطية، وعدم استقرار سياسي. أما الناس العادية اللي عايزة تشتري فبقت الأسعار أعلى من قدرتهم، ومفيش مشاريع كتير بأسعار متوسطة. فوق ده كله خايفين يشتروا. في النهاية سنة واحدة الأسعار زادت بنسبة كبيرة وحصلت حالة ركود في السوق، وزي ما بدأنا هننهي بنفس الطريقة. هل أنت شايف إن الحكومة كانت محاولتها للإصلاح ولا الظروف كانت أقوى من القرار؟ أنت رأيك إيه؟ مستنيك في الحلقة دي.